الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نحن في الدرس الثاني، وهو درس داخل الحمام أو in the bathroom. كما تشاهدون in the bathroom، bathroom هو الحمام. فلدينا اليوم إن شاء الله مجموعة من الجمل سوف نحاول تعلمها، فما عليكم سوى تطبيقها مباشرة إن شاء الله. فأول جملة معنا وهي I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock، بمعنى استيقظ على الساعة 7. فما هو مطلوب منك؟ فهو فقط تغيير هذا الرقم هنا. مثلا استيقظ على الساعة 8، استيقظ على الساعة 9، استيقظ على الساعة 10. اوكي، I wake up at 7 at 9 at 10 at 11، أي رقم تريدون. اوكي، فيجب أن يكون الساعة مثلا 7 تماما. فإذا كانت مثلا 7:10 فلا نقول o'clock، مثلا 7:10، 7:10 فنقول I wake up at 7:10. اوكي، الجملة الثانية وهي أذهب إلى الحمام. I go to the bathroom. I go to the bathroom. I go to the bathroom بمعنى أذهب إلى الحمام. I wake up at 7 o'clock. I go to the bathroom. مثلا الجملة التي بعدها، مثلا I brush my teeth with toothpaste. I brush my teeth بمعنى أفرش أسناني أو أغسل أسناني بمعجون الأسنان. فكلمة معجون الأسنان وهي toothpaste. Toothpaste. I brush my teeth with toothpaste. مثلا يمكن أن نذكر أيضا اسم الماركة الخاصة بمعجون الأسنان. فمثلا نقول Sensodyne. I brush my teeth with Sensodyne. I brush my teeth with Colgate. ويمكن أن نقول I brush my teeth with Signal toothpaste. يمكن إضافة كلمة toothpaste في الأخير. I wake up at 7 o'clock. I go to the bathroom. I brush my teeth with toothpaste. الجملة التي بعدها، الجملة التي بعدها لدينا I floss. I floss. I floss بمعنى أنني أغسل أسناني باستخدام الخيط. floss هو الخيط. I floss my teeth every morning. I floss my teeth every morning بمعنى أستخدم خيط الأسنان كل صباح. الجملة التي بعدها مثلا لدينا I rinse my mouth with water. I rinse بمعنى أمضمض أو أغرغر my mouth فمي with water بمعنى بالماء. I rinse my mouth with water. I rinse my mouth with water. الجملة التالية نقول I wash my face with cold water. I wash كما شاهدنا من قبل وهي أغسل my face وجهي with cold water بمعنى ماء بارد. I wash my face with cold water. الجملة التي بعدها مثلا I take a shower with hot water. I take a shower with hot water بمعنى أستحم بماء ساخن. I take a shower هي أستحم، with هي hot water بمعنى ماء ساخن. water الماء hot ساخن. I take a shower with hot water. مثلا يمكن أن نقول أستخدم الشامبو لشعري. فنقول I use shampoo for my hair. I use shampoo for my hair. I use shampoo for my hair. أنا أستخدم الشامبو لغسل شعري مثلا. الجملة التي بعدها مثلا نقول أستخدم المنشفة لتجفيف جسمي.
أوكي، أو لتنشيف جسمي. فأنا أستعمل هي I use. I use a towel. towel هي المنشفة، أو نحن بالمغربي نقول فوطة. I use a towel to dry. to dry معنى أنشف أو أجفف. My body بمعنى جسمي. I use a towel to dry my body. I use a towel to dry my body. يمكن أن نقول أيضا I comb I comb my hair with a brush. فعندنا كلمة comb بمعنى أمشط، فتنتهي بحرف B، ولكن B هنا صامت يعني لا ينطق يا إخوان. فإن نقول I comb my hair with a brush. I comb my hair with a brush. مرة أخرى I comb my hair with a brush. أوكي. الجملة التي بعدها مثلا نقول I see myself in the mirror. I see myself in the mirror بمعنى أنظر إلى نفسي في المرآة. I see يعني أنظر أو لا أرى، myself نفسي يعني كنشوف راسي. I see myself in the mirror. mirror هي المرآة. I see myself in the mirror. إخوان اللي فقط يعني لكي ننطق بشكل جيد علينا تحريك فمنا بشكل جيد. I see myself in the mirror. مثلا نقول أضع مزيل العرق. أضع هي I put on. I put on. I put on deodorant. deodorant. I put on deodorant يعني أضع مزيل العرق. I put on deodorant. deodorant. الجملة التي بعدها I dry كما شاهدنا يعني قبل قليل. فكلمة I dry بمعنى أنشف أو أجفف. I dry my hair. I dry my hair with a hair dryer. I dry my hair with a hair dryer. I dry my hair with a hair dryer. I dry بمعنى أجفف أنشف my hair شعري with B a hair dryer هو مجفف الشعر. وآخر جملة لدينا في هذا الفيديو القصير إن شاء الله وهي I shave my beard with a razor. I shave my beard with a razor. beard ماشي ليس bird وإنما beard. beard. I shave my beard with B a razor. razor بمعنى شفرة الحلاقة. I shave my beard with a razor. سوف أعيد قراءة الجمل كاملة منذ البداية، والآن سوف أقوم فقط يعني عمل زوم أكثر، فقط يعني دقيقة واحدة يا إخوان. سوف أقوم بعمل زوم. أوكي، إلى الأعلى 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 إلى الأعلى. أوكي، مثلا لدينا أول جملة كما شاهدنا قبل قليل، وهي سوف نقرأ هذا يعني الصف على اليسار هو الأول، وبعد ذلك سوف نمر إلى الصف الآخر. مثلا I wake up at 7 o'clock. I brush my teeth with toothpaste. I rinse my mouth with water. I rinse my mouth with water. I take a shower with hot water. I use a towel to dry my body. مثلا الجملة التي بعدها وهي I see myself in the mirror. الجملة التي بعدها وهي I dry my hair with a hair dryer. سوف نمر إلى الجزء الثاني أو الجمل الأخرى على اليمين. فإخوان هذه الجمل فهي يعني هذا الكتاب هو كتاب خاص بي،
يعني للمستوى A1 إلى المستوى A2 لمن يريده، فما عليه سوى أن يتصل بي أو يتواصل معي على الخاص إن شاء الله. سوف أريكم رقم الهاتف في آخر الفيديو. I comb my hair with a brush. الجملة التي بعدها وهي I use shampoo for my hair. I wash my face with cold water. I floss my teeth every morning. I go to the bathroom. I go to the bathroom. فإخوان كما قلت لكم يعني هذا كتاب يعني خاص بي للمستوى A1 إلى المستوى A2، وهذا الدرس الثاني في الحمام بمعنى in the bathroom. كان شرح باختصار، فلمن يريد طلب الكتاب فهذا هو رقمي 0707922191، أو بالنسبة للناس خارج المغرب زائد يعني بدل هذا الصفر هنا نضع زائد 212 زائد 212 707 29 21. فإخوان كان معكم حمزة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.